فطبعا نحن شفنا الموضوع المرأة موضوع حساس بالدقيق. من 14 سنة نحن عم نحارب، وكانت هي الثورة باسم ثورة المرأة، ويتأكد عليها القائد عبد الله وجنابي انه هي الثورة هي ثورة المرأة. لذلك هذا الشيء اعطى الدافع لكل النساء بانه يكون في ملجأ للمرأة لحتى تحل مشاكلها او تحل قضاياها باسم دار المرأة. طبعا نحن بالبداية كان في قانون يسمى قانون المرأة، هذا الشيء اللي يمكن دائما خلى المجتمع يتحيز بانه دار المرأة هي للمرأة فقط. النساء العربيات والشركسيات والتركمانيات والاشوريات والارمنيات والسريانيات والكرديات معا في دار المرأة في جميع مقاطعات شمال وشرق سوريا لتطوير العدالة الاجتماعية، وهذه هي ثورة المرأة بقامشلي وبالحسكة. بعد أن صار تطور في بعض المناطق تحررت، صار عدد دور المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا 34 دور المرأة. طبعا كانت موزعة بقامشلو وكوباني طبقة رقة. بأننا بدأنا حملة جديدة وهي حملة البدء بتدريب مفتوح مدته 4 أيام. تبدأ الوردة منذ شهرين بدأ التدريب على مستوى مقاطعة الجزيرة، فهناك نقوم بالتدريب لمدة 4 أيام. اليوم الأول يكون للنظام الداخلي لدور المرأة، واليوم الثاني النظام الداخلي للصلح، واليوم الثالث هو قانون الأسرة، واليوم الرابع يتم إعطاء ميثاق مؤتمر ستار. الهدف من هذا التدريب المفتوح لمدة 4 أيام هو توعية وتدريب ليعرف جميع المؤسسات، مؤسسات دار المرأة ومؤسسات الحماية الجوهرية أو البلدية أو المؤسسات قوى الأمن الداخلي أو جميع مؤسسات الموجودة في المقاطعة، بأن يتعرفوا على النظام الداخلي للصلح، النظام الداخلي لدار المرأة، النظام الداخلي ميثاق مؤتمر ستار، قانون الأسرة، ولأهمية هذا القانون، وليعرف كل شخص سواء كان زوج أو زوجة أو أطفال أن يعرفوا ما هو مضمون هذا القانون الذي يحمي الزوجة والأطفال والزوج أيضا. كان هناك قانون للمرأة في 2011 تم تطويره وأصبح قانون الأسرة يضم الزوج والزوجة والأولاد. هلا هو أهمية التدريب هو وعي وفكر واستفادة أكثر كمان، لأن بالأخص بالنظام الداخلي توعينا أكثر للنظام الداخلي، وشفنا المرأة ومشاكل المرأة ومن إيش عم تعاني هي ضمن المجتمع. عم تعاني من الرجل، عم تعاني من الأسرة، عم تعاني من عدة مشاكل، وبدنا نستفاد أكثر كمان. هلا هي المرأة السريانية لعبت دور كبير كتير، بالأخص من وقت ما انفتح دار المرأة. صارت المرأة إنه تقدر في عندها شجاعة تجي مثلا تقدم شكوى على مين ما بدها، يعني إنه هي قادرة، يعني في حدا يقدر ياخذ لها حقها في المجتمع. قبل المرأة كانت دائما ضمن البيت وتعاني من المشكلة وما عم تقدر تحكيها، لأنه هي بالأساس ما رح تستفاد ولا شيء. من خلال افتتاح دار المرأة صار في استفادة وتاخذ حقها كمان. كتير كتير مهم، بالأخص المرأة اللي هي موجودة ضمن المنزل. يعني أنا أتمنى أنه يكون في دورات كمان بالأخص للنساء اللي موجودين بالبيت، يعني اللي ما عم يشتغلون ولا بأي مجال. أتمنى هدول ينفتح لهم دورات ويخضعون لها الدورات مشان الفكر فلسفة وهالأمور.